السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيفكم؟ أخباركم طيبين؟ شفتوا اللون اللي على الغلاف هذا؟ اليوم راح أعطيكم التركيبة عشان تضبطون اللون هذا في شعوركم، فما راح أطول عليكم في الفيديو كتير، بس أهم شيء إنكم تشوفون الفيديو من الأول للآخر عشان تعرفوا إيش هي الأساسيات وإيش هي القاعدة اللي ممكن نحط وإيش هو المقدار اللي ممكن نحطون في الصبغات. وبالنسبة للون هذا يا بنات فهو يغطي الشيب، فلازم انك تاخدين قاعدة تغطية الشيب تسوينها. انا قد سويتها في فيديو من قبل، يعني تتبعين خطواتها وتحطين بعدين صبغتك هذه. بالنسبة للون هذا يا بنات فراح يطلع على الشعر، اذا شعرك مثلا اسود طبيعي، بني طبيعي، اشقر غامق، اشقر متوسط، عسلي، بنيات الفاتحة، مسوية خصر ونزلوا. فأهم شيء انك تتبعين الخطوات هذه اللي حقول لك عليها عشان تسوين الطريقة ويطلع لك نفس اللون، لانه ما ابغى ولا واحدة ترسل لي تقول لي انا شعري اشقر هل اطبق الخلطة هذه، انا شعري بني هل اطبق الخلطة هذه. فعشان كده دائما اقول اسمعوا الفيديو من الاول وللاخر وركزوا في الكلام. ممكن اكون بعض المرات اتكلم بسرعة بس لان هذه هي طريقة كلامي، معلش. فشعرك بني، شعرك اسود طبيعي، شعرك بني، شعرك في العسليات، شعرك كنتي مسوية خصر ونزلت، تقدري تطبقين اللون هذا. تمام. حاطة حنة، شعرك اسود غرابي، شعرك في الاحمر، شعرك في الاخضر، ما راح تقدري تطبقين اللون هذا الا انك تسوين سحب لون. طيب، واحنا في الفيديو هذا ما نبغى نسوي سحب لون، يعني نبغى اليوم ما نسوي لا سحب لون ولا حتى نحط بودرة السحب في التفتيح. نبغى بس ايش؟ نبغى بس تفتيح الشعر. اول شيء لازم تاخدين صبغة ندخل سينما كولاجين، تمام، او التفتيح المفتح اللي هو 0.0 او 1000، تمام، مع الاكسجين 30. نخلطهم كويس، نحطهم على الشعر لين يصير الشعر على النحاسي او البرتقالي الغامق زي كده تقريبا، تمام، زي كده. فبعدين تحطين الخلطة. بس في ملاحظة ابغى اقولها لكم يا بنات، ان كل ما كانت قاعدة الشعر فاتحة كل ما كان اللون احلى واحلى من الاول، لان قاعدة الشعر هي اللي تتحكم في درجات اللون. طلعت قاعدة الشعر غامقة راح يطلع اللون غامق، طلعت شوية على مثلا على النحاسي او البرتقالي الغامق راح يطلع لك الدرجة مثلا اللي انت تبغين، اذا كان تحتاج بس تفتيح بسيط. فلما يطلع لي انا مثلا البرتقالي الغامق لازم اختار صبغتي عشان اتفادى الالوان المزعجة، لان هذا البرتقالي الغامق لون مزعج. كلنا نعرف ان البرتقالي في دائرة الالوان ان يكون البرتقالي هنا اللي يقضي على البرتقالي هو اللون الازرق. احنا اليوم ما راح نستخدم اللون الازرق عشان ما نكتروا في الصبغات وما نعقدوا الاشياء كاملة. بس اهم شيء عشان اللون يضبط معاكم لازم يطلع لكم في البرتقالي الغامق، هذا اهم شيء. يا اما بتاخدين صبغة ندخو سينما كولاجين تحطينها نص ساعة، او تاخدين مفتح الصبغة من الانواع الكويسة تحطينها على شعرك يفتح لك لين درجة الاورنج، او تاخدين التفتيح الغامق، التفتيح اللي هو 0.0 او بعض شركات يسموه 1000، تمام. بس هنا في شعور تكون عنيدة. الشعور العنيدة دائما بتسبب لنا مشاكل، او في بعض الشعور يكون من فوق عنيد ومن تحت عادي، او من تحت عميق عنيد عفوا ومن فوق عادي. فهنا راح تسوين شوية تفتيح. المهم عشان ما ألخبطكم، بعد ما تسوين تفتيح لشعرك يصير على البني البرتقالي الغامق، راح اخذ علبة كاملة، تمام، احفظوا الاسماء يا بنات، علبة كاملة من 12.3 اللي هي اشقر ثلجي ذهبي. علبة اشقر ثلجي ذهبي، علبة كاملة
12/3. راح ناخد معاها بالتساوي 10.13. 10.13 اللي هي أشقر ذهبي رمادي. تمام، أشقر ذهبي رمادي. انا جبت لكم ورقه وقلم وكتبت لكم عشان اشرح لكم ليش اخذنا الارقام هذه. راح ناخذ علبه كامله من 12.3 اللي هي اشقر ثلجي ذهبي، مع علبه كامله من 10.13 اشقر ذهبي رمادي، مع الاكسجين 20. تمام، لان في الاول سوينا تفتيح بالاكسجين 30، فاحنا مضطرين نسوي الاكسجين 20 عشان ما نتعب الشعر. تمام، هنا احنا ليش اخترنا رقم 3، وهنا ليش اخترنا رقم 1 بعد الفاصلة؟ الواحد المفروض اننا نحطه المعزز الازرق. تمام، احنا ما راح نحط المعزز الازرق، بدل المعزز الازرق راح ناخذ الواحد اللي هو الرمادي، عشان لان الرمادي من مكوناته الازرق، عشان نحارب اللون البرتقالي، عشان نحارب اللون البرتقالي. وهنا اخذنا رقم 3. رقم 3 لمعة الذهبي، عشان يعطينا في الشعر لمعة الذهبي. تمام، هذه بس معلومة بسيطة عشان اللي تبغى مع الأيام بإذن الله تصبغ بنفسها، تعرف ليش إذا شعر مثلا طلع الأورنج إيش اللون المحايد اللي تحط، إذا شعرها طلع فيه ذهبي إيش اللون اللي تحط، إذا شعرها طلع أصفر إيش المعزز اللي تحط، عشان هنا تعرف الصبغات. هنا راح نحطوها على الشعر كامل. تمام، ونخلوها 20 دقيقة أو 30 دقيقة اللون الوقت المعروف، ونغسل الشعر. وبالعافية عليكم اللون يا بنات، وبإذن الله راح يطلع معاكم اللون 100%. واي واحدة طبقت الخلطة هذه بالله عليكم ارسلوا لي في الكومنتات عشان الناس الثانية تتشجع ويضبط معها اللون. واي واحدة فيكم لقت مشكلة في اللون ترسل لي وانا اشرح لها الطريقة، وبإذن الله تتيسر كل الامور. ودمتم في رعاية الله.